امريكا عامله معايا النجم الساطع، والامريكان عارفيننا واحنا عارفينهم، وعارفين قدراتهم وعارفين قدراتنا. تفتكر امريكا تقول له خش؟ يعني هو لما بيدخل معانا وبنعمل تدريبات النجم الساطع مره كل سنتين، هو بيتفرج على جيش خايب جاي يتعلم حاجه من جيش خايب، ولا من جيش هو عارف هيستفيد من وراه ايه، وهيستفيد خبره شكلها عامل ازاي من التدريب؟ والعكس بالعكس ايضا. انا كمان بتفرج على تقنيات جديده، بتفرج على فكر عسكري جديد، العالم كله بيتفرج علينا. هو اسرائيل مش هتتفرج كمان على استعداد حضرتك انك يا عطاب؟ يبقى انت كده عرفت الفاتوره اللي هتدفعها. امسك بقى امكانياتي انا كاسرائيل على خوض حرب علشان الناس اللي انا عايز ادخلهم مصر بالعافيه. تستاهل الحكايه؟ يعني هتجيب ثمنها حتى لو فكرت فيها كيهودي؟ يعني تجيب ثمنها حتى لو تشكيل ما هي تجيب همها تربح. انا بفكر بعقل يهود اهو، يعني هي الحكايه كده. طيب اسرائيل يأست، وخدها مني، يأست يأسا مطلقا من انها تعرف تدفع بالفلسطينيين الى الاراضي المصريه. والفلسطيني مين اللي قال انه عايز يجي كمان؟ ما هي دي القضيه الثانيه. كل العالم بتبيع وتشتري في الفلسطيني وناسيه انه له اراده. طيب هذا الفلسطيني اللي له اراده، الناس في اسرائيل عماله تتفاهم مع جنوب السودان، تتفاهم مع جمهوريه ملهاش 30 لازمه اسمها ارض الصومال، تتفاهم مع ليبيا، اتفاهمت مع ماليزيا، بتتفاهم مع دول كل حاجه. خدوا شويه، مفيش حد راضي، ما حدش راضي. عايز مصر ترضى؟ حتى اوروبا نفسها ما اقول لك ما حدش راضي. طيب فهو مدام عمال بيدور يئس منك، الموضوع خلصان. ما هو لو عنده رجا يتفاوض ليه؟ يعني في برهان مادي في ايدك اهو انه يئس. 3، انت احتليت الشريط الحدودي اللي بيني وبين غزه، فلم تعد غزه مباشره على حدودي، بقيت انت اللي مباشره على حدودي فيما يتعلق بالقطاع. صحيح. معنى تهجيرهم من سيادتك تفتح، مش كده ولا ايه؟ بالظبط. ولا انت هتاخدهم من ايديهم تحدفهم لي؟ لازم تفتح عشان تدخل كميات. طب الكلام ده مش قدام عيني ولا حاجه؟ صحيح. انا مش شايفه، مش هعرف اجهضه من اوله، من اول ما تبتدي تعمله. لا الكلام سهل، لكن البص على الخرائط، ما حدش بيبص على خريطه، ما حدش بيبص على ايه العقل اليهودي الصهيوني في اسرائيل، وكمان ما حدش باصص على قدرتك. ليه؟ لان في ناس شايفه ان القدره المصريه يا راجل مش ما تحطش في دماغك. الناس ابتدت كل ما تجيب سيره الجيش المصري يقول لك مش ده بتاع 67، هو كمان مش نفس الجيش بتاع 73. كلمه 73 ما بقتش بتتكرر. الناس دي بقى في دماغها 7 اكتوبر مش 6 اكتوبر، وده من ضمن اهداف حماس. صحيح.